مشوار السوبر ماركت قبل الجواز وبعد الجواز. هعمل المكتب وحط الصودا يابا. قبل الجواز انا كنت من الفراغ بروح الدرس، ممكن اروح بعد المحاضرات، ممكن اروح بعدين رحله بقى، يعني بجيب انا واصحابي، دي خروجه بالنسبه لنا. كانت دخله السوبر ماركت كده ليها طقوسها. مبدئيا اول حاجه بعدي عليها هي ثلاجه الحاجات الساقعه، اجيب فيروز اناناس، كمثرى، اي فيروز تطش علينا اول ما بندخل، جهينه، كوكتيل لو ماليش في الحاجات الغازيه، المهم حاجه ساقعه بقعد اشفط فيها طول ما انا ماشيه، لاني يعني فراغ، انا مش هشيل حاجه ومش هعمل حاجه، فجايه اتمشى. بعدين نخش على كورن الشيبسيات والبوز، يعني واكلين ومحلين وشاربين قبل ما نيجي. بس نروح السوبر ماركت تحس ان هو بيكمل الوجبه، مع اننا مش محتاجين حاجه، بس احنا بنروح نقعد نعزم على بعض حاجات احنا مش محتاجينها. في شويه وقفات غريبه بنقفها، نقف عند ثلاجه الشيدر ليه مش عارفه، نقف شويه عند اللحوم واللانشون. طبعا ثلاجه الميه ما بنسيبهاش، احنا اهم حاجه الميه لاجسامنا، نجيب بعددنا ازاز ميه، مع ان في واحده فينا مش عطشانه هنجيبها. احنا واكلين بطاطس وفول من على العربيه، احنا مش عارفين الزيت ده جاي منين، والراجل بيعمل سندوتشات بايده، الحمد لله انها مش برجله. تباهى كده بالحاجه، ما اعرفش ليه ما حدش فينا بيطبخ اصلا، بس احنا بنتباهى، يعني بنقف عند ثلاجه الجمبري، نقف عند ثلاجه اللانشون، نقعد نحكي مغامراتنا مع الاكل ده اللي ماما عاملاه اوريدي. بعد الجواز بقى الموضوع مختلف تماما، في مبدئيا ممرات بتتمنع دخولها اصلا، ممرات الحاجات الحلوه، ممرات البيبسي والكولا والكلام ده، ممرات الشيبسي والبوزو، ممرات الجبن عشان خلاص غليت جدا، انا مش عارفه جبنه رومي عايزه تروح لحد فين، ممرات اللحوم والفراخ عشان احنا في ازمه اقتصاديه حاليا، ممرات اللانش والسوسيس عشان مش صحي للعيال، ممرات المنظفات لان هي غليت واحنا هنضطر نعمل احنا ميكس في البيت مش هنعرف نعمله. احنا بقى رايحين نعمل ايه او نجيب ايه انا مش عارفه. غالبا بتنتهي ممكن نجيب لبن، شويه بهارات من عند العطار، ده عادي هاتي منه اللي انت عايزاه، نص كيلو براحتك. رايحه المشوار مجبره، العيال كلها شبطت تيجي معاكي، انا مش عارفه ايه السبب هناك اصلا، عايشين عشان نمشي في الممرات نسال ايه ده يا ماما يا حبيبي ده كذا، طب ممكن لا، يعني هو ده الحوار الداير من اول ما بندخل لحد ما بنقف على الكاشير. قبل بقى مرحله الكاشير على طول في مرحله عند العيال كده التحايل بقى، والنبي يا ماما من هنا بقى لحد ما نوصل بيتنا، ركبنا العربيه ورصينا الحاجه وحاسبنا الناس ومشينا، كل ده والنبي يا ماما على نفس البونبونيه اللي احنا ما جبناهاش معانا اصلا. يا حبيبي حتى لو انا وافقت دلوقتي اجيبها لك منين؟ في بقى مرحله نهائيه، مرحله المحاسبه، انت في محكمه قضائيه بتقفي قدام جوزك بتقنعيه بحاجه في الريسيت ومحتاجينها ليه وجبتها بكام، ولازم تستنصحي في انك جبتيها اصلا، يعني جبتي نوع ارخص من نوع، جبتي نوع اطول اعرض اتخن، اي حاجه مش بيجي معانا. يعني حتى اصحابي واحنا متجوزين ايه ده اتجوزتي خلاص روحي انت السوبر ماركت، خلاص تبقي من وانت بتركني داخله شايفه وشي عامل ازاي، لحد ما بترصي الحاجه وبتتحاسبي عليه وخلاص واقنعتيه انت وشك عامل كده، تفضلي كده يوم لحد ما يفك مع نفسه وتبتدي ترجعي طبيعيه تاني.